مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من فانتاي بودكاست. في فرنسا، حيث العمزية السياسية لا تقل ثقلا عن المؤسسات، صدر قرار تاريخي وصادم: سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي. ذلك الوسام الذي يمنح فقط لأصحاب الإنجازات الكبرى تم سحبه من رجل كان في يوم من الأيام يمسك بزمام السياسة الأوروبية. ولكن لماذا الآن؟ وماذا الذي جعل الجمهورية الخامسة تنزع عن رئيسها السابق هذا الشرف الأعلى؟ وهل لتلك العقوبة بعد دولي يتجاوز باريس؟ أولاً، ما هو وسام جوقة الشرف؟ هو أرفع وسام فرنسي أسسه نابليون بونابرت سنة 1802، ويمنح لمن يسدي خدمات جليلة لفرنسا في مجالات السياسة، الدفاع، الثقافة أو الاقتصاد. وساركوزي نال هذا الوسام بصفته رئيساً للجمهورية. لكن بتاريخ 15 يونيو 2025 صدر المرسوم الرئاسي بسحبه بسبب الإدانة القضائية المخلة بالشرف والأخلاق العامة وفق ما جاء في القرار. القضية من المال الليبي إلى قوس العدالة الفرنسي. لم تكن الإدانة حديثة، فمنذ سنوات وساركوزي يخضع للمحاكمات، وتحديداً بعد اتهامه بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية سنة 2007. التمويل من أين؟ من ليبيا، من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. بحسب وثائق وشهادات قضائية، تلقت حملة ساركوزي ملايين اليوروهات من النظام الليبي عبر رجال أعمال وسطاء مثل زياد تقي الدين. والأغرب من ذلك أن نفس ساركوزي الذي استفاد من دعم القذافي في 2007 قاد في 2011 التحالف الدولي لإسقاط نظامه وقتله تحت غطاء الربيع العربي والتدخل الإنساني. فهل كانت تلك حرباً سياسية أم محاولة لطمس آثار الصفقة؟ ولكن قضية ساركوزي لا تتوقف عند ليبيا، فالرجل كان على علاقة وطيدة بعدد من الزعماء وعلى رأسهم الملك محمد السادس. ساركوزي زار المغرب مراراً، وارتبط اسمه بمدينة مراكش التي كان يتردد عليها لقضاء عطلته الخاصة. كانت علاقته بالملك توصف بالحميمية لدرجة اعتبرها البعض خارج حدود الدبلوماسية المعتادة. وإن لم يذكر اسم الملك المغربي في ملفات التحقيق، إلا أن قرب ساركوزي من دوائر الحكم المغربية يثير تساؤلات اليوم. هل كان جزءاً من شبكة نفوذ دولية أخرى؟ وهل يؤثر سقوطه على علاقة المغرب بفرنسا المتوترة أصلاً منذ أعوام؟ السقوط الرمزي. نزع وسام جوقة الشرف عن ساركوزي لم يكن فقط إجراء شكلياً، بل رسالة فرنسية للداخل والخارج أن الفساد مهما بلغ أصحابه من سلطة له ثمن. ولكن الحقيقة أكثر تعقيداً، فالرئيس الذي قاد أوروبا في ذروة أزمة 2008 والذي تصافح مع ملوك وهاجم ديكتاتوريين، ها هو اليوم يحاكم في باريس بسبب أموال جاءت ذات يوم من طرابلس ودعم قدمه زعماء ثم صمتوا. في الختام، ساركوزي فقد شرف الوسام، وربما فقد ما هو أكثر: سمعته، إرثه السياسي، وثقة الفرنسيين. هل نحن أمام نهاية رمزية لعصر كامل من التحالفات الخفية؟ وهل ستفتح ملفات قادة آخرين كانوا بالأمس في الصورة واليوم في الظلال؟ كونوا معنا دائما في فانتاي بودكاست، حيث نضيء الحقائق ونروي الحكايات كما لم تسمعوها من قبل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.